الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها السادة المشاهدون، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا السعيد، مرحبا بك. مرحبا أخي، الله يبارك فيك أحمد. ليلة النصف من شعبان، يصوم الكثير منا هذه الليلة المباركة لاعتقاد معين، بل أقل هذا الاعتقاد أن المرء يشعر نفسه في استقبال من الطاعات لشهر رمضان المعظم. عن ليلة النصف من شعبان يحدثنا فضيلة الشيخ هذه الأمسية. شيخ سعد، الله يسلمك أخي أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قدر الله عز وجل واقتضت حكمته أن يخص بعض الأيام من أيامه، من أيام السنة، بفضل خاص. وقدر الله عز وجل أن يختار من الأزمنة ما يشاء، من الأمكنة ما يشاء، من البشر ما يشاء، فهو يصطفي وينتقي بمشيئته الحكيمة. فالله عز وجل خلق الخلق واصطفى منهم الصالحين، وخلق الصالحين واصطفى من الصالحين النبيين، ومن النبيين المرسلين، ومن المرسلين أرباب الرسالات وأولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. هذه حكمة الله عز وجل. والله خلق المكان واصطفى وانتقى من الأماكن ما يشاء، فجعل المساجد أفضل المواقع وأفضل الأمكنة، والمساجد أيضا متفاوتة. فالمسجد الحرام بمكة المكرمة، ثم يأتي المسجد النبوي بالمدينة النبوية المنورة، ثم المسجد الأقصى الجريح، وهكذا. وأيام الله عز وجل أيام مباركات. اختار من هذه الأيام ومن هذه الليالي ليلة النصف من شعبان. وردت أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتشابه في ألفاظها وتتفق في معانيها. من هذه الأحاديث حديث أبي ثعلبة قال النبي صلى الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان. هكذا نص الحديث، فيغفر للمؤمن إلى أن نهاية الحديث. ولكن نجد حديثا آخر، وهو حديث مروي عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع، هنا جاءت لام التوكيد، لا يطلع ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه. في الرواية الأولى فيغفر للمؤمنين، ولكن في الرواية الثانية، في رواية أبي موسى الأشعري، إن الله تعالى لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح، وفي رواية إلا لمشرك ومشاح. يا الله. إذن حينما نجمع هذه الأحاديث، والمنهج الحديثي يقتضي أن نجمع جميع النصوص لاستنباط الأحكام، فمن أهم الأحكام الواردة في هذه الأحاديث مجتمعة الحكم الأول أن الله عز وجل اصطفى هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان. وقد تحدثنا فيما سبق عن فضل صيام شهر شعبان، وهو شهر يغفل عنه كثير من الناس، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين شهر رجب وشهر الله المحرم، شهر رجب المحرم، وكذلك شهر رمضان الفضيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. إذن ذكرنا ذلك كله فيما سبق، فلا مجال الإعادة. ولكن نحن
نستقبل الآن ليلة النصف من شعبان، فجاءت هذه الأحاديث لتخص هذه الليلة المباركة بفضل وبأفضال. من هذه الأفضال الفضل الأول أن الله عز وجل يطلع على عباده في رواية، يطلع على خلقه في رواية. فاطلاع الله عز وجل على خلقه تشريف لهم، رعاية لهم، عناية لهم، وكذلك اطلاع على شؤونهم. وهذه مسألة في غاية الأهمية. كما يقول علماء الحديث ليس المقصود أن الله عز وجل لم يطلع على شؤون العباد إلا في هذه الليلة. بارك الله فيك. فنفي هذه الفكرة أمر مهم جدا. فالله عز وجل مطلع على أعمال الخلق ما ظهر منها وما بطن. يكفي أن نذكر قول الله عز وجل في سورة التوبة كما في الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذن فالله عز وجل مطلع على أعمال العباد ما خفي وما ظهر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم يأتي البيان في تتمة الآية، ثم يقول رب عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذا هو الشاهد: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. فالله عز وجل مطلع على ما هو غيب لا يعلمه إلا هو جل جلاله، ويطلع على أيضا ما هو مشهود وما هو يعني ظاهر غير مخفي. ثم يقول الله عز وجل في نهاية الآية 105 من سورة التوبة: فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن فالآية واضحة في سورة التوبة وضوحا كاملا. ثم نأتي إلى الاعتبار الثاني. الاعتبار الأول هذا يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فيكفي أن يذكر الإنسان بأن الله عز وجل معه ومطلع على أعماله، فإذا أخطأ وذنب يعود إلى الله عز وجل تائبا ومنيبا. الحكمة الثانية نستنبطها أن الله عز وجل خص هذه الليلة المباركة بفضل كبير، أنه يطلع على عباده أو على خلقه في رواية. الفضل الثالث مهم جدا: أنه يغفر لجميع خلقه، كما في رواية أبي موسى وفي رواية أبي ثعلبة: فيغفر للمؤمنين. وإذا أتينا برواية أبي موسى: فيغفر لجميع خلقه. وجميع في اللغة وفي علم الأصول تفيد الشمول والاستغراق. ما شاء الله. فيغفر لجميع خلقه، إلا في رواية أبي موسى: إلا لمشرك أو مشاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمشركون على خطر عظيم. فإذا كانوا يعني فوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الجليلة، هذه الفرصة البديعة، هذه الفرصة الجميلة، يعني هم على خطر عظيم. فيغفر لجميع خلقه بلا استثناء إلا لمشرك. فالمشركون إذن مستثنون من هذه المغفرة من فضل الله عز وجل الذي منحه لخلقه في هذه الليلة المباركة، الذي حتى كما يقول شرح الحديث: إلى أن يدع المشرك شركه. معناه باب التوبة دائما مفتوح. ما شاء الله. يضيفون يعني يشرحون يبينون هذا المعنى: إلى أن يدع المشرك شركه. ثم أو مشاحن ومشاحن. المشاحن هو المخاصم. صح. المشاحن هو الذي يهجر أخاه أو أخته فوق 3، كما بينت ذلك الأحاديث الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد من وقفة خفيفة. فضل. المشاحن هو الذي يخاصم الناس، والخصومات تكثر بين الناس. صح. يقينا. ولكن جل جلاله وضع هذا الاستثناء وكأنه يشجع الخصوم والمتنازعين إلى التصالح، فهي دعوة كما يقول علماء الحديث. صح. دعوة صريحة إلى التسامح والتصالح والمغفرة، أليس كذلك؟ صح. لأنه
إذا لم يكن كذلك من أهل العفو ومن أهل المغفرة سيكون مستثنى من هذا الفضل العظيم. وأعتقد من ضيع هذه الفرصة فإذا ضيعها المشرك وهو على خطر عظيم. وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم المشاحن بالمشرك. صح. شوف يعني هذا الترتيب ترتيب خطير جدا، ترتيب خطير أن يلحق المخاصم المشاحن الذي يحمل في قلبه حقدا وأحقادا ويحمل الضغائن على إخوانه وأخواته فلا يسامح ولا يغفر ولا يعفو، هذا أيضا على خطر عظيم. إذن الخلاصة الأخيرة فلينتبه المشركون إلى أن الشرك ظلم عظيم كما قال القرآن في آية أخرى في سورة لقمان، ولينتبه كذلك المشاحنون المخاصمون إلى أنهم على خطر عظيم إلا إذا عادوا إلى رشدهم وسامحوا وغفروا. وقد قال الله عز وجل في سورة النور في حق أبي بكر الصديق في القصة المعروفة في حديث الإفك، قال الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر الصديق معقبا على هذه الآية: بلى، أي نحب أن يغفر الله عز وجل، فمن أراد أن يحظى بمغفرة الله عز وجل فليغفر هو لإخوانه وأخواته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ أستاذنا وشيخنا السعيد. سامح لي شيخنا من فيض ما تفضلتم به خلال هذا اللقاء، أشرتم إلى إشارة نحتاج لها كأمم اليوم. الله سبحانه وتعالى لا يغفر بمناسبة هذه الليلة الكريمة إلا لمشرك، ومن ثم فإن جميع المنضوين تحت أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله رغم الطوائف والاختلافات التي نصنعها لأنفسنا هم ملزمون أو هم محاطون بهذه العناية الربانية، ثم يلحقها بالمشاحن. والمشاحن لا شك هم أولئك الذين يخلقون الفتن ويثيرونها بين عموم الأمة الإسلامية. فائدة في هذا الصدد شيخ. نعم، الأمة أمة واحدة. قال ربنا عز وجل في سورة المؤمنون جملة محكية، وفي سورة الأنبياء الآية 92 آية 52، في سورة البقرة 143 آيات، في سورة العمران الآية 137 ما بعدها والآية 140. هذه الآيات كلها حاضرة تتحدث عن الأمة. فقال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال في آية أخرى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى آخر هذه الآيات. مجتمعة نستفيد الآتي: أن الإسلام يجمع الجميع، حتى ولو وقعت الأمة في اختلافات فقهية أو حتى في بعض المسائل العقدية، والذين يتابعون يفهمون ما أقصد، فليس في ذلك حرج. ولكن لابد أن تدرك هذه الأمة أمرا مهما جدا، أن ما يجمعها أكثر مما يفرقها. بارك الله فيك. وهناك قاعدة المنار الذهبية، صاحب المنار محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وقد أكدها الإمام حسن البنا رحمه الله الجميع، قال: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا جاز لي الإضافة فأضيف. نتعاون فيما اتفقنا عليه وهو كثير، أي الإضافة وهو كثير، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو قليل. لابد أن تدرك هذه الأمة هذه المسألة. المسألة الثانية أن التحديات تواجه الأمة تواجهها مجتمعة. إن الذي أراد الدمار لهذه الأمة أراد تدمير حضارتها ثقافتها، أراد طمس أصالتها وحضارتها، فالأمة مقصودة مجتمعة. ثم أن الفتنة تقع بين الأفراد نكبر من حجمها كما ذكرنا في الحديث، وما أدراك بالفتن التي تقع بين أجزاء الأمة الواحدة التي يفترض أن تكون خير أمة أخرجت للناس، كما قال القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى آخر الآية. ونبينا صلى الله عليه وسلم يزرع فينا الأمل في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه: أمتي أمة مرحومة. إذن فالأمل في الله عز وجل وفي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأمة أيضا أن تعمل من أجل توحيد صفها، من أجل تحقيق أستاذيتها، لتتمكن من قيادة هذا العالم إلى شاطئ البر والأمان. نسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. الملخص باللغة الأمازيغية لو سمحت. الملخص باللغة الأمازيغية أخي أحمد: سيدي ربي يختار، سيدي خلق الإنسان، سيدي خلق الوضان، سيدي خلقني مذان، سيدي خلق الدنيا مرة، يختار وضان يلهان سيسن يضاقي نصف من شعبان
ذي ضيسا نزل ذم قرآن يسعى القيمة ذم قرآن تند تصل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم السيسن حديث أبي ثعلبة يدير النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى المعنى الحديث معناه ربي سبحانه عز وجل يطلع ليلة نصف من شعبان يعني يظن النص من شعبان قورقين شعبان أذي يعفو يكوث خلقيث مرة يكوث خلقيث يعفو سوى سين الصناف صنفة مزوارو وقاذي خدمنا شريك يا ربي وقاذي خدمنا شريك يا ربي وسنعفو يا ربي سبحانه أكذ وقاذ يسعان الشحنة تقول ونسن وقاذ يسعان الكره تقول ونسن وقاذ مخاصما أكذ وثماثن تيسماثين غل الجيران غل الأحباب يوين ذا مصالحا فغانا قيمنا كني مشحانا أمي قاذي يتزوخون الشحنة أكيني نكوني ونسملي لي يران لا الفرح لا القرح لا ثمغران لا الجنازة ألا مذلا خرث وكذا سنينيغ تضيع من الفرصة في من نوان تروح ونيض عزيز غلاين ذي ضاقي ليلة نصف من شعبان أديني غاو كذا كي مشحانا وكذا كي مخاصما أوها ربي أتم صالحا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مع انتهى ما السعد بوين ري زويرا أما ذرقا زامة صمتوثا ممزية ممقر ذنيثني أري زويرا غروية وكذي مخلفا أسيني نان مسامحي وذم ربي سبحانه باش ربي أذاغي يعفو ذكي ضاقي عزيزا أغلين ليلة نصف من شعبان وهذه دعوة صريحة لجميع المسلمين جميعا لكي لا يضيعوا هذه الفرصة الثمينة باش ما يكونوش من المشاحنين فهم ليسوا من المشركين صح. يقينا ولكن يدخلون في الصنف الثاني نسأل الله الهداية للجميع. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد معول. الدكتور سعيد بويزري ربي يحسن إليك وتحياتنا لشيخنا سعيد معول الله يبارك فيه. على بركة الله نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. لقاؤنا يومي من 6 حتى 7 مباشر. نسعد أن نستقبل المكالمات ونتواصل معها. شكرا على ثقتكم، شكرا على دعمكم، شكرا على دعاء المخلصين الطيبين، شكرا على دعاء الحجات والحجاج للبرنامج للبلاد والعباد. ربي إن شاء الله يقوينا على فعل الخير جميعا وشكرا لكم على محبتكم. طيب هذه أرقام التواصل. شكرا سيدة المخرجة. تفضلوا بالتواصل معنا عبر هذه الأرقام. لدينا البريد الإلكتروني للبرنامج، اتصلوا وتواصلوا عليه. يجيب على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أستاذنا وشيخنا محمد الشيخ. سيدة تركيا، من أين نبدأ في هذه الأمسية المباركة؟ إلى المسيلة. أختنا حياة، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا الحاجة حياة، مرحبا بك. أنا حكاية حرية من ولا خمسية. تفضلي الحاجة حياة. أيوة. حرام عندي أولادي 5 وبناتي 8. عندنا غرفة فريدة تأتي دويلة. أرانا كل ما لقينا هو إنه هربوهم وكتبوا في بني الريف. طيب. كتبوا في بني الريف. الحاجة حياة، الحاجة حياة. ديتوا الرشوة. الحاجة حياة اسمح لي برك، اسمحي لي الله يرضى عليك، التلفزيون لازم تنقصيه باش نقدر نسمعك مليح. نقص التلفزيون الحاجة، نقصيه باش نسمعك مليح. أنا نقصه وسمعنا أنا تنزل التلفزيونات تنزل. أفضل. أيوة. بس عندي 8 بنات وعندي 5 أولاد وفيهم واحد مريض فيهم مرض الأعصاب. والدولة محشورة بأنا والبنات. وأولادي 4 متزوجين قراهم كرايين ساعة يلقاو لك ساعة يعملوا ساعة قربي ساعة كرا. كتبوا في بني الريف قالت لهم اللي مطلوبين قالوا ما نعطيكم ديتوا الرشوة. الرشوة قلنا لكم راه حرام. كان عاد الرشوة مش حرام علينا. طيب حرام عليهم. سيدة حياة قالوا لي علموني. كان قالوا لي راه سيدة حياة، سيدة حياة رجاء المخرجة سيدة تركيا صعب يعني لم نستطع أن نتبين ما تقول. خذوا رقم سيدة حياة، الله ينوركم، خذوا رقم سيدة حياة. إذا كان ما تعرفش تملي الرقم طلبوا من واحد من محيطها يعطيكم الرقم. شيخنا السعيد بعد الحصة يتصل بالحجة حياة وبراحتنا إن شاء الله نسمعوها وتسامحينا الحجة حياة. حقيقة حاولت أن أركز ما لم
لم أفهم لهذا باش ما نضيعوش وقتك الثمين، احنا نعيطوا لك حاجة حياة. إلى بجاية سي بوعلام، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال الشيخ. تفضل سي بوعلام، تفضل. بالنسبة للقضاء الصلاة الشيخ. نعم أيوة. هل يوجد يعني دليل شرعي أو يعني شغل ينص على قضاء الصلاة؟ مع الصحابة معظمهم أسلموا وهم كبار يا شيخ هيك. هل يجوز؟ هل يعني الصحابة شغل أوجبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة؟ واضح. ذكر الشيخ. نعم. وديزيام كيستيون يا شيخ. فيزافي في الحقيقة أنا لست مسلم بالأصل، يعني والحمد لله على نعمة الأصل. وشيخ نحب نسألك على كل اللي يحب يولي سي بوعلام، عاود لنا السؤال هذا. الأخت عقيلة الصوت داخل الاستوديو رجاء. مع الأسف فهمت شوية شيخنا. للأسف السؤال الثاني ما فهمته. كان إذا كان الإخوة فهموه يخبرونا. خلاص هو لا بأس، شكرا جزيلا. نعاودوا نرجعوا للأخت حياة من مسيلة، ولكن يبدو أنه بنت السيدة حياة تتحدث. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. مرحبا بك، تفضلي. حبيت نسقسيك، أنا عندي 5 خالتي و8 بنات في الدار. الله يبارك، الله يبارك. وهذه خالتي متزوجين 4، واحد معانا في الدار، احنا بنات 3. خويا مريض بالأعصاب. ايوه. وخالتي هذو متزوجين قصدي، هما ما عندهمش مساكن ويسكنوا، يعني كتبوا في بني الريف. دقيقة، ما عندهمش مساكن، كتبوا في البناء الريفي. ايوه في بناء الريف، ويعني بصح طلبوا فيهم الرشوة. واضح. وحنا قصدي يخلعنا، واحد يقول لنا راه حرام هذا هي الرشوة، واحد يقول لنا ماهوش حرام. خويا فهمني، خالتي وضرهم فقراء بدرجة انهم كي يخدموا راهم يجيبوا قايع لقاء أسرة به ياكلوا. والله اختنا حياة كنا نتمناو اذا اعطيتوا الرقم للفريق، لانه اذا تحتاجوا حتى مساعدة في المسيلة ممكن هذا يعني احيانا الواحد كان يريثها، ورانا ان شاء الله ما نكونوش خسرنا ارقامكم. سيدة المخرجة اخذتوا الرقم؟ سيدة تركيا أخذتوا الرقم؟ صحيتم، شكرا جزيلا. هكذا أحسن نأخذ الأمور من جوانبه، وإذا متمكن شيخنا السعيد حتى داخل المسيلة ممكن يمد لكم يد العون، لأنه باين العائلة محتاجة، ومع الأسف فيه استغلال سيء للبعض، يعني أنه يتجرأ يطلب رشوة من معوزين وأوضاعهم صعبة كما هذا، والله مع الأسف يعني. نعم. طيب نستقبلوا مكالمة أخرى. طيب خلونا نجاوبوا على كل أسئلتنا، لأنه عندنا أسئلة سابقة، ثم نتواصل مع أسئلة أخرى. هناك أسئلة متبقية على مستوى الشيخ نجيب عنها أولا. هذا موسى من العاصمة، شيخنا ألف القيام ما شاء الله، ألف أنه يقوم ويقول هل يمكن أن نخصص ليلة النصف من شعبان بقيام معين أو بصيام؟ تفضل، بصيام وقيام معين. نعم أخي موسى من العاصمة، لم يرد حديث صحيح يعني يخصص هذه الليلة أو يخص هذه الليلة بقيام، ولكن من كان يعني مواظبا على قيام الليل كما ورد في السؤال، قال أنا ألفت القيام، فالحرج عنك مرفوع عادي، يعني تقوم الليالي فقم الليالي، ليس بنية نصف من شعبان، لا ليس بهذه النية، ولكن بنية القيام والسلام. وقيام الليل كما ورد في أحاديث الصحاح، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأخبرنا بأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، بعد المكتوبة، بعد الصلوات المكتوبات المفروضات يأتي في المرتبة الثانية مباشرة قيام الليل. فإذا ألفت القيام فلا حرج عليك أن تقوم ليلة نصف من شعبان، ولكن لم يرد حديث فقط يعني خاص يبين ضرورة القيام في هذه الليلة. نعم بارك الله فيك. شيخنا عبد الرزاق من العاصمة أيضا يسأل عن عنده شركة مضاربة، و
هل يجوز إحداث التعديلات في الأرباح؟ نعم، إحداث التعديلات في الأرباح في توزيع الأرباح بين الشركاء أمر مباح شرعا وجائز. فالعقد شريعة المتعاقدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال ربنا في أوائل سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. مطلق يعني مجموع هذه النصوص في الكتاب والسنة تؤكد لنا جواز تعديل. معلش سادتي الأفاضل، بين شركة المضاربة باختصار. المضاربة ممكن يكون مثلا، نعطيكم صورة من الصور، شخص مثلا يملك المال والآخر يملك الأعمال، يعني يملك المعرفة، فيجتمع هذا وذاك لتأسيس شركة مضاربة، عقد مضاربة. الأول يسمى صاحب المال، والثاني صاحب العمل، بمعنى صاحب المعرفة صاحب العلم. فهذا أمر جائز ومباح شرعا من الشركات المباحة في الشريعة الإسلامية. فقد يتفق الاثنان على توزيع الأرباح مثلا بالنصف مناصفة. مثلا اللي أعطى مثلا 900 مليون، أعطى دراهم 900 مليون، الآخر عنده معرفة في التجارة وفي إدارة الأعمال وهكذا. فالأول دخل بماله للشركة، والثاني دخل بعلمه ومعرفته وخبرته. إذن هذا عقد شراكة، عقد مضاربة هكذا يسمى. ويسمى أيضا عقد القراض في الفقه الإسلامي، عقد القراض أو عقد القراض وليس القرض، عقد القراض أو عقد المضاربة. إذن هذا عقد صحيح دلت عليه النصوص. طيب، قد يتفق الاثنان على توزيع الأرباح مناصفة. إذا جابوا 60 مليون الربح في العام، مناصفة معنى 30 مليون. طيب، هذه صيغة متفق عليها سلفا، ولكن أثناء العمل ممكن صاحب المال أو صاحب العمل أحدهما يطالب بتعديل طريقة توزيع الأرباح. هذا أمر مباح. باش نردو على هذا السؤال مباشرة، ممكن مثلا صاحب المال يقول أنا اشترط عليك باش نديروه ثلثين، أنا نأخذ ثلثين أنت تأخذ ثلث. هذيك 60 مليون إذا كان ربحوا 60 مليون في عام آخر، يولي صاحب المال يأخذ ثلثين، بمعنى 40 مليون سنتيم، لأنه 60 مليون مضروبة في 2 على 3 تلقى 40 مليون 400 ألف دينار جزائري. والآخر يأخذ من الربح الثلث اللي هو 20 مليون. وممكن يكون العكس، ممكن يتفقوا على التعديل الأرباح بثلث أرباع مقابل الربع. هذا كله مباح، والشريعة الإسلامية لحكم اقتضتها تركت هذا المجال واسعا أمام الشركاء للتعديل بما يشاءون، على أن يتفقوا على أمر ما بوضوح بلا جهالة على أن يلتزم الجميع بهذه الشروط. ويجوز إحداث تعديلات أثناء حياة الشركة. وإذا لم يتفق الشركاء لهم الحق في فض الشركة أو فسخ عقد الشركة. نعم، بارك الله فيك شيخنا سعيد وأحسن الله إليك. هذا عبد الرحمن مثل مسان يسأل عن حكم الوصية لابنته من عندها حالة معاقة معطوبة خوفا على مستقبلها. نعم يا أخي عبد الرحمن من تلمسان، لا وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم كي نزلت آيات المواريث، يعني الآية 7 وما بعدها في سورة النساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب المفروضة. بعدين واش قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول آيات المواريث؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بارك الله فيك. انتهى الإشكال، انتهى الأمر، باين ما بقاش. بقى حاجة الآن، إذا كان هو تركها فتكون موقوفة على إجازة الورثة، إلا أن يجيز الورثة، بمعنى بعد وفاة المورث الموصي فحكم الوصية هنا للوارثة اللي هي بنت المعاقة يكون موقوفا على إجازة الورثة. بمعنى إذا أرادوا إجازتها تنفذ
وإذا رفضوها ترد، أيوة. وإذا أجازها البعض ورفضها البعض الآخر تنفذ في حصص المجيزين، وتبقى حصص غير المجيزين في منأ عن الوصية. أعتقد الكلام واضح الآن. واضح جدا. ثم حاجة أخرى حبيت الحل، نعطي لك حل واحد آخر، اللي هو يا إما توزع ما تملك على أولادك جميعا بالهبة، عن طريق الهبة. فالهبة جائزة في حياتك، تعطي الأنثى وتعطي الذكر على أن تعدل بينهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا كانت الزيادة لأحدهم فلمسوغ شرعي، فلمسوغ شرعي، كهذه المعاقة مثلا يمكن أن تحظى بهبة إضافية. ممكن مثلا أعطى لهم كاع سكنات في العمارة مثلا، وهي يعطي لها سكنة في الأرض عادي، سكنة في الأرض بحديقة، عندها زيادتان. الزيادة الأولى أنها في الأرض أفضل من اللي راهي في السماء العمارة. الزيادة الثانية ممكن أعطي لها حديقة تتفسح فيها وكذا، هذا كله جائز، ما في ذلك حرج، لأنه لوجود مسوغ شرعي به تقابل الله عز وجل. فهذا حل. والحل الآخر هو حل شرعي في نصوص القرآن والسنة. يعني أول ما نش عارفين شكون الموت الأول، قد يموت الابن قبل الأب وهكذا، لا ندري. صحيح. فبالتالي إذا حصل ما حصل فالله عز وجل قد وزع المواريث بحكمه وبعدله وبحكمته. سبحانه. لذلك قال بعدما ذكر آية المواريث قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. إلى أسئلة المتصلين. طبعا هذه أختنا حياة من المسيلة وتحدثت ابنتها بالقول، عندها 5 إخوة و8 بنات في الدار متزوجين، وأخ من هذه الإخوة مريض أعصاب، طبعا ما عندهمش مسكن، وسجلوا في البناء الريفي. مع الأسف طلب منهم هذا الذي اؤتمن على المسؤولية برشوة أولا، وثانيا هم وجدوا من يقول لهم أنه فيها جواز، والبعض قال لهم حرام، لم يفهموا شيخنا، ضاعوا في التفاصيل. يا أختي حياة وولادها إن شاء الله ربما يتبعون الآن، نقول لكم ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية أخرى والرائش المشي بينهما. حديث واضح جلي يحرم الرشوة، والرشوة هذه هي من جرائم التعزيرات، من الجرائم التعزيرية، لأن النظام العقابي في الشريعة الإسلامية هناك 3 أصناف. هناك ما يسمى بالحدود، الحدود المقررة في الكتاب والسنة، جرائم معينة تقررت في حقها عقوبات حدية واضحة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. هذا النوع الأول. النوع الثاني يسمى القصاص، كما قال القرآن: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا الحدود الشرعية معروفة، حد السرقة وحد القذف وإلى آخره، حد الحراب وغيرها، يعني 6 حدود. بالنسبة للقصاص النوع الثاني: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بالنسبة للصنف الثالث هي عبارة عن جرائم أو أفعال مجرمة في الشريعة الإسلامية، ولكن الشريعة الإسلامية لم تضع عقوبة معينة. هذه الرشوة، اللي يدير الرشوة، سواء اللي يمد الرشوة ولا اللي يحكم الرشوة ولا اللي يكون بيناتهم، اللي يسموه بعض الناس دلال الخير، هذاك الرائش الماشي بينهما، يقول لك أعطيني 100 مليون نعطيها لواحد مسؤول ولا كذا. طبعا نحن لا نتهم أحدا، ولكن نجيب حسب المعطيات المقدمة. ولا يجوز استثمار ضعف نتاع الناس ولا الفقر نتاع الناس ولا الحاجة نتاع الناس، ثم الإنسان يكون ضعيف ويطلب منه ما حرمه الله عز وجل، ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إذن فهذه جريمة تعزيرية، بمعنى الرشوة حرام في الشريعة الإسلامية كما استمعنا، ولكن العقوبة متروكة إلى الحاكم، متروكة إلى ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يقدر العقوبة المناسبة لهذه الجريمة التعزيرية، أخذا في الحسبان
طبيعة الجريمة وخطورتها، وكذلك المجرمين الذين وقعوا في هذه الجريمة. لأن ذاك ممكن واحد صغير ولا كبير يختلفوا، والرشوة صغيرة ولا كبيرة، كل هذه الأمور تؤخذ في الحسبان. لذلك نقول لهؤلاء أولا رشوة حرام. تقول لي ما هو الحل؟ نقول لك ربي قال في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربي اللي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق في يد ربي سبحانه عز وجل. تكلوا على ربي سبحانه. إذا كان الفقر ما هوش عيب، الفقر ما هوش عيب، ولكن الرشوة هي اللي عيب. إذا جاء واحد يقول لك أنت فقير هذا ليس فيه إهانة، ولكن نهار اللي يقول لك فلان راه يدير رشوة هذاك هو اللي. لذلك الناس اللي دخلوا في هذا النفق المظلم في الرشوة ولا في الربا ولا في هذه الأمور كامل يحشموا يقابلوا الناس ما يقدروا، أو يفرون من الناس. أليس كذلك؟ ومن تلبس بجريمة السرقة أو الاختلاس أو الرشوة أو الربا، كل هذه الجرائم كلها. والفقر ليس عيبا يا أخواتي ويا أختي الحاجة حياة. ربي هو اللي يرزق إن شاء الله. ربي يرزقكم ويرزق أولادكم إن شاء الله بكل خير من فضله العميم. نعم. شيخنا في هذا السياق ربما البحث عن المخرج، التبليغ قانونا وشرعا. نعم، من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية وجب التبليغ عن كل شخص يطلب الرشوة، إما يطلبها صراحة أو يطلبها بشكل تعريضي بشكل تلميحي. لأن هذو الفنانين في الرشوة عندهم فن، يعطيوا إشارات هكذا يعني، وربما الناس اللي ماشي موالفين يديروا هذا الشيء لا يفهم تلك الإشارات، ثم ينتقل من التصريح من التعريض إلى التصريح. فواجب التبليغ عن هؤلاء، لأن جريمة الرشوة هذه تنخر في كثير من المجتمعات، ولا بد أن نتعاون عليها جميعا من أجل تجفيف منابيعها. لا بد من تجفيف ينابيع هذه الجريمة. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هذا أبو علام من بجاية. أخونا أبو علام سأل عن قضاء الصلوات وقال هل ثمة نص شرعي يتحدث عن وجوب القضاء في هذا الصدد؟ تفضل شيخ. نعم. أولا بالنسبة للصحابة، الصحابة كان منهم من أسلم وفي عمره 15 سنة، كان اللي أسلم عمره 20 سنة، اللي أسلم عمره 60 سنة 70 سنة 40 سنة. مثلا عمر بن الخطاب الإسلام تاعه كان رقم تقريبا 52 رقم 52. نعم، بعد 40 رجل و11 امرأة، 40 رجل زائد 11 امرأة صافي 51، رقم 52 عمر بن الخطاب. إذن وأسلم وهو كبير يعني كثير. والإسلام يجب ما قبله. نشوفوا القاعدة هذه، الإسلام يجب ما قبله. اللي دخل الإسلام وعمره 40 سنة ما يقولوش الإسلام قضية من نهار اللي كنت بلغت، يعني النهار اللي بلغت وصلت سن البلوغ سن التكليف. لا، لأنه كان مشركا، كان خارج الدائرة. بارك الله فيك، كان خارج الدائرة، ولكن بعدما دخل في الدائرة صار مسلما. من يومها تجري عليه أحكام الإسلام كما يقول السادة الفقهاء، تجري عليه أحكام الإسلام. لذلك هو ملزم بأداء الصلوات لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما في هذه في سورة التوبة في سورة البقرة 110 الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا جاء. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5. إذن الركن الثاني بعد التوحيد هو إقام الصلاة. وهكذا الإنسان تكون يعني المسلم تكون ذمته مشغولة بالتكاليف الشرعية بعدما صار مكلفا وبعدما صار مسلما تجري عليه أحكام الإسلام. إذن ما كان ولا نص يأمر الصحابة رضوان الله عليهم بقضاء مثل، ولكن بعدما أسلموا ليس هناك صحابي تارك الصلاة. تارك الصلاة الآن في زمننا. نعم، كان الناس اللي يخليوا الصلاة مادام قرب رمضان، كان اللي يعطوا كونجي للصلاة بالك 10 شهور، يعني أعطى عطلة كيفاش نقولوا غير مدفوعة الأجر ولا كيف سون سولد يعني حتى نجي رمضان. ولاحظوا هذه الأيام المباركات، يعني طبعا مرحبا قاعد بالتائبين يقينا. اليوم صليت العصر في واحد المسجد وجدت الأفريشة نتاع المسجد يعني يوم الجمعة، صبح كانوا يوم الجمعة.
يعني الله يبارك، يعني بدأوا الناس يدخلوا ويعمرون المساجد، فقط نسأل الله الدوام والثبات على الطاعات، هذا اللي نسأله. أما المسلم أعتقد أن نجيب على الشق الثاني. صحيح. نعم. تفضل. بالنسبة لقضاء الصلاة، المسلم الذي تجري عليه الأحكام منذ بلوغه سن التكليف، إذا كان إذا لم يزل عنه عقله، فإذا زال عنه عقله فالفقهاء يقررون قاعدة أخرى: العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف. إذا كان الإنسان بلغ سن البلوغ ثم بعقله يتمتع بكامل قواه العقلية، لا بد أن يصلي، أن يؤدي صلاته. طيب إذا كان واحد منا لم يصلي إلا بعد ما وصل 30 سنة، هنا له خيارات. الخيار الأول أنه لا يقضي صلاته، كما يقول بعض العلماء عندنا في المالكية وعند من وافقنا: لا تظل ذمة المسلم مشغولة بالصلاة منذ بلغ سن التكليف. وهكذا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ودين الله أحق أن يقضى. هذا جزء من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ودين الله أحق أن يقضى. إذن فالإنسان مدين، الإنسان ذمته مشغولة بالصلاة، لابد أن يقضي صلاته، إما يقضيها يعني في كل يوم يصلي الصلاة الحاضرة ويقضي الصلاة الفائتة، هذه طريقة من الصباح إلى غاية العشاء ونقول قضى نهار. والطريقة الثانية يقضي ما شاء وفي أي وقت من الصبح إلى غاية العشاء، يقضي براحته. الآن وهو يستمع مثلا يقدر يتوضا يروح يصلي الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أو يبدأ من الظهر، لأن صلاة الظهر هي أول صلاة ظهرت كما ذكرنا ذلك في لقاء من لقاءاتنا. أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام مع المصطفى صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، لذلك تسمى بصلاة الظهر، فهي أول صلاة ظهرت. والسبب الثاني أنها تصلى بالظهيرة، هناك سببان لتسمية صلاة الظهر بالظهر. أقول يقضي ما شاء، يقضي مثلا الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. إذا كان وجد في نفسه قوة وإمكانا يقدر يقضي نهار واحد آخر، يوم، 3 أيام، 4 أيام، ما شاء. ولكن في ملاحظة مهمة: الذي بدأ في القضاء ليس المقصود كي يبدأ في القضاء معناه يوميا لازم يقضي، لا، ممكن يوم من الأيام عنده شغل، عنده ضياف، عنده سفر، عنده كذا، فيحافظ على الصلوات، صلوات يومه وكفى. وهناك رأي آخر من باب كما قال القرآن الكريم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هناك رأي فقهي يقول بعدم قضاء الفوائد. أيوة. ما هو المطلوب إذن في حق هؤلاء؟ يقول لك يكثر من النوافل والرواتب وهذا يجزي، هذا يكفي. والرأي الذي نرجحه هو الرأي الأول. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. إلى تيزي وزو أختنا إيمان، السلام عليكم. أخت إيمان من تيزي وزو، السلام عليكم. أخت إيمان، السلام عليكم. يبدو أن خللا ما في الاتصال من تيزي وزو. إلى معسكر سيدة أم محمد. سيدة أم محمد معسكر. لا بأس. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أهلا بكل ما تتفضلون به من أسئلة، وشكرا على ثقتكم. طيب من إلى أين؟ تيميمون رضوان، السلام عليكم. مرحبا. بس عليك. بارك الله فيكم شيخنا على علمكم وزادكم من علمكم. ربي يبارك فيك سي رضوان، مرحبا بك، تفضل. بك وهلا. عندي سؤال شيخنا الفاضل. تفضل خير رضوان. هذا رجل مؤثر أراد الزواج من فتاة عاملة ميسورة. أيوة. فاقترح عليها أن تقرضه من مالها على أن يكون ذاك المال صداقا لها، فهل يجوز هذه المعاملة شيخنا؟ يعني على أن يكون رده للمال صداقة. صداقة، نعم. عندي سؤال ثاني بارك الله فيك. دقيقة رضوان خويا، على أن يكون رده للمال صداقا. نعم. تفضل. السؤال الثاني هو
كان 20 مليون. واضح إن شاء الله، الله يبارك. السؤال الثاني شيخنا. تفضل سير دوان. معاملة أوباز التي تعرف بالأوباز، هل هي جائزة أم لا؟ لونساج. أوباز. ما هي المعاملة شيخنا؟ هذه ما يتعلق بالتسويق الشبكي. التسويق الشبكي، بارك الله فيك. التسويق الشبكي. أفضل أن نستخدم اللغة العربية أخي ليفهم الجميع. إن شاء الله شيخنا. شكرا، معلش سنجيب إن شاء بارك الله. الله. الله يبارك فيك أردوان، يعطيك الصحة. شكرا. من تيميمون إلى أين؟ استقبل سؤالين فقط على الأقل حتى لا. طيب، من تيميمون إلى تيزي وزو. أختنا دليلة، مرحبا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أختنا دليلة، تفضلي. أمينة من تيزي وزو. أمينة، معلي السيدة المخرجة ما سمعتش. أنا فرحانة اليوم، ما تتصوروش كم راني فرحانة اليوم لحكمتكم. الله يبارك فيك أختنا أمينة، ربي يخليك. شموع التلفزيون. والله يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليك الأخ الشيخ بوزري، بزوز بالله. الله السلام يسلمك. عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة. بارك الله فيك. وخاصة مشابه عزيزة، خلا حمدك كثير، خلا يا قد العادي. من الهنوس أنا كم يعز ربي، بارك الله فيك. كم يعز ربي. إيدي لك الصح، ليك ولا زمن من النور. كم يعز ربي، يرفع ربي القدرين إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله غير يسلور. كم يعز ربي. الحصة يقوشيش المعرض هنا بين يكفز من ريح خمال النور مقراي. الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. غير الشيخ الله خليك تسلم غير تسلم شوية بغير بهضر عزيزي. معليش، مرحبا. مرحبا. صعبة المكالمة. ممكن. طيب، إذا كان فيه إمكانية تخلوا رقم الهاتف على الأقل، لأنه كان فيه. شكرا. اليوم في خلل. شكرا جزيلا. في خلل في الاتصالات اليوم. لا نجيب على هذه الأسئلة لأنه سيردوان طرح مسائل وليست أسئلة. خلونا مع سيردوان على الأقل في الدقائق الأخيرة، 10 دقائق، ولكن إن شاء الله نوضحوا فيها. نعيد المسألة. رضوان قال: رجل معسر أراد الزواج من فتاة عاملة ميسورة، فاقترح أن تقرضه من مالها على أن يكون رده لمالها صدق. مسألة هذه. نعم. تفضل. يا سي رضوان أخويا، ربي يرضى عليك. إن شاء الله يا رب. لا، هذا ما كان. ربي قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هكذا ربي أمر الرجال هما اللي يعطيوا الصداق الزوجات أو المهر كما ورد في الأحاديث المختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بقبيل نسموها ثعمامث وقال قارنتو تشيث. وهذه ثعمامث ولا هذا الصداق رمزي نحلة. علاش قال ربي سبحانه نحلة؟ معناه عربون محبة، وكذلك هو دليل على أن الرجل قادر على أن يقوم بواجبات الحياة الزوجية، يعني يقدر باش ينفق على زوجته، هو اللي ينفق. والرجال قوامون على النساء، والقرآن يعني يشرح بعضه بعضا. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ولو خاتم الحديد. معناتها ما قالش لازم يكون المهر هذا 20 مليون ولا 100 مليون ولا لا. يعني كلما كان المهر يعني بسيط، إذا كان الإنسان ما يقدرش، إذا كان عنده ربي أكرمه فليكرم زوجته. احنا عارفين في موضوع الخلع واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتردين إليه حديقته. يعني كان المهر حديقة، بحيرة أو بحيرة عقار، وعقر الأنغال هكذا أخويا أحمد. صحيح. وهذه من بعد ربي سبحانه. مش عقار فارغة وفيه نخل يعني. فيه نخل، عقار يعني معمر، الله يبارك بالنخيل. لذلك المهم يكون مما هو مباح. إذا كان الإنسان ما يقدرش، هناك نصوص تدعو إلى التيسير في المهور. إذن واش دانا 20 مليون، واش دانا كاع هذه الأمور كامل الكبيرة؟ لا. أما أنه يقول تسلفي لي وبعدين كنرجع لك، لا، هذه معاملة باطلة. وهي ممكن بعد ذلك أن تتنازل عن هذا المهر. يمكن يكون مهر رمزي،
يا أخي تزوجه برك، يعني شوف أي واحد يقدر يعطي لك مقدار المهر تزوجه برك. نسأل الله أن يتزوج الجميع، خاصة بالنسبة للبنات، خاصة بالنسبة للبنات، وهذا أمر يحتاج فعلا إلى رعاية وإلى عناية، كما كان يفعل سلفنا الصالح، وكما كان يفعل أجدادنا الصالحون أيضا في تيسير أمر الزواج. ثم التنبيه بين قوسين في القانون، في قانون 84/11 في المادة 14: الكلمة التي وردت في القرآن هي التي وردت في المادة 14 من القانون نحلة، ورب قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا هو الجواب الأول. بارك الله فيك. شفنا قبل أن نخرج من مسألة رضوان، سبحان الله، رمزية المهر، الإسلام وضع هذا الغطاء المادي كبداية، وعندما نقول رمزية ليس بحجمه ولكن بمعناه، كبداية لهذا الظل الذي يجب أن يحمي المرأة طول الحياة، وأن يكون ما استطاع هو، ولو كانت ميسورة الحال كما أشار رضوان، أنه ما استطاع أن يكون هو اليد العليا في بناء هذه الأسرة. صحيح، بارك الله فيك. يعني الآيات مثلا كقال رب سبحانه عز وجل في القرآن قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا يبقى دائما ذيك الرجال قوامون على النساء. صح. يعني كي نجمعوا كاع هذه النصوص، ورب قال لا تمسكون ذرارا لتعتدوا في سورة البقرة الآية 231. كي نجمعوا كامل النصوص نلقاو بلي يبقى دائما هذا الظل المرافق، ظل مرافق لزوجته ينفق عليها بالمعروف بما يستطيع. وحنا المرأة والحمد لله المرأة المسلمة عموما بلا ما نوصيوها دائما تنفق وتسهم في نفقات البيت دون طلب زوجها، كأنها تجيب على الجزاء والإحسان إلا الإحسان. فتح الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا شيخنا. معاملة التسويق الشبكي. نعم، لقد سألت يا أخي عن هذه المعاملة وأحتاج إلى سبورة هنا. طيب طابلو ما كاش طابلو أحمد؟ عندك الوقت؟ أنا عندي الوقت وعندك. الله يسلم. إذا كان في متصلين يعني مرحبا بهم. تفضل يعني تفضل. ولكن نحاول نجاوب بشكل يعني مختصر. هذا يبدأ من هنا، يكون واحد هنا يجيب زوج، وهذا يجيب، كل واحد يجيب زوج، وهكذا إلى آخره حتى نوصل إلى القاعدة: تسويق شبهي هرمي هكذا. طبعا هذه في أشكال على فكرة. الذين يعرفون هذه المعاملات، أنا ما كانش وقت باش نشرح كل هذه التفاصيل، نحتاج إلى وسائل إيضاح، ولكن لازم نديروا جملة من القواعد نصب أعيننا. القاعدة الأولى أن العقد لكي يكون مشروعا ليجيتيم ليغال لا بد أن يتفق مع قواعد الشريعة. ومن قواعد الشريعة المقررة في مجال المعاملات التجارية بشكل عام ومجال الشركات وجميع التصرفات والعقود أن يكون العقد في منأ عن الربا، ما يلزمش يكون فيه ربا. خاطر ربي قال وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا ما يلزمش يكون فيه الربا أو شبهة الربا. الأمر الثاني لازم يكون بعيدا عن الغرر وعن جميع ألوان الجهالة. وقد نهى في أحاديث صحاح عند البيهقي والترمذي والموطأ والإمام مسلم وغيرهم، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عن جميع عقود الغرر. في أبواب الفقه كاين باب اسمه عقود الغرر. إذن هذه قواعد مهمة جدا، فضلا عن القواعد والشروط المتعلقة بالعاقدين. على رأس هذه الشروط الأهلية، أن يكون العاقدان مؤهلين. والمقصود بالأهلية هنا أهلية الأداء لا أهلية الوجوب. أهلية الأداء هي التي تسمح للإنسان بإبرام العقود وإجراء التصرفات وغيرها، وأن يكون مضمون العقد مباحا لا يكون حراما. صحيح. الآن في قاعدة أخرى ربي سبحانه يقول في القرآن الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا كان الإنسان نطبق هذه القواعد على هذه المعاملة في بدايتها صحيحة، يكون شركة من الشركات تنتج مواد معينة، بضائع معينة، تعلن تقول باللي أنا أي واحد يجيب لي زوج يشريو، زوج زباين يشريو من البضائع نتاعي، نعطي له مثلا مبلغ معين، أو كما في عرفين يقول لك ديروا درجة معينة، انقراد درجة معينة، إلى حد الآن مقبول. واحد دار جهد
وكل جهد مبذول يقابله مقابل مادي، إلى هنا مقبول. ولكن بعد ذلك ماذا يحصل؟ هذاك الزوج اللي جبتهم، مع ذلك نعطيو مثال بالأخ أحمد، معليش تلعب أنت الدور هذا. ما كاينش مشكل. والله الأخ أحمد جات شركة يقول له يا أحمد وكان نجيب زوج نعطيو لك مبلغ معين. أنا جبته. طيب هما يعطوا لك مبلغ معين، أيوة. مثلا بالدينار ولا بالدولار ولا كما يديروا هما، يلا. وبعدين هذوك الزوج اللي جبتهم أنت كل واحد يجيب زوج. أيوه. وزوج اللي جابوهم اللي جبتهم أنت كل واحد يجيب زوج. تلقى هذوك 10 20 اللي راهم لهيه أنت تستفيد ماليا من جهود أولئك الناس. السؤال مطروح هنا، لا بأي حق استحللتم أموال الناس؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. جهدك المباشر تنال عليه أجرا، فهذا أمر معقول ومستساغ. ولكن جهود الآخرين لا يجوز أن تأخذ أنت مبلغا معينا على جهودهم، عرقهم هم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول فليعطي أجر، الحديث ذكرني به أخ أحمد، أعطي الأجير حقه نعم قبل أن يجف عرقه. نعم، حتى يجف عرقه. حبيت مقدمة الحديث سنذكره بعد حين إن شاء الله تعالى. تذكرته الحمد لله. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نستنبط من هذا الحديث النبوي الشريف أن الإنسان يعطي أجر العامل، الأجير المباشر، الأجير على عمله، خاطر كل جهد مبذول يقابله مقابل مادي. طيب أما ذوك اللي خدموا لهيه بأي حق الشخص الأول يستفيد من أولئك الناس صحيح. من جهودهم، فلا غير معقول. صحيح. من هنا نقول هذا دليل كبير على عدم جواز هذه المعاملة. نجيب لك حاجة أخرى أيضا، وهذه بلغة الحضارة، أخاطبكم سادتي الأفاضل. نقولوا علاش الأمة نتاعنا دائما تنشغل غير بالاستهلاك فقط؟ الذين ينتجون صحيح. ونحن نكون يعني في حالة من حالة هستيرية تاع الاستهلاك. صح. نحوس فقط على بيع البضائع والاستهلاك فقط. علاش ما نكونوش نحن منتجين؟ صحيح. علاش هم يكونوا منتجين دائما وإحنا مستهلكين؟ والله يا أخي سؤالك مهم جدا كسائر الأسئلة يا أخي رضوان، ربي يرضى عليك. إن شاء الله إذا كتب ربك فيكاش فرصة إن شاء الله يكون عندنا وقت نشرح لكم هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن النتيجة الآن أقل ما يقال عن هذه المعاملة أنها فيها شبهة، وقد أمرنا باتقاء الشبهات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا أنصح تماما بالدخول في هذه المعاملة. أقول هذا الكلام وأنا أعلم علم اليقين أن الكثير من الناس داخلين في هذه الشبكة، وقد سئلت كثير في هذه المسألة وأجبناهم لمدة 2 3 ساعات باش يفهموا تفاصيل من ناحية الشرعية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية المالية، من ناحية القانونية، وتطبيق القواعد الشرعية على هذه المعاملة في جميع جزئياتها. أقول هذا الكلام ردا على من يعتقد أن هذه المعاملة صحيحة. أكتفي بهذا. هذا رأينا في هذه المسألة. إذن فابتعد يا أخي رضوان، ربي يرضى عليك، عن هذه المعاملة. نعم. شكرا جزيلا شيخنا السعيد، وأحسن الله إليك على هذه التفاصيل. في الدقائق الأخيرة من هذه الجلسة المباركة كنا أشرنا لمعنى متعلق بمن يغفر الله له سبحانه وتعالى خلال ليلة النصف من شعبان، المشرك والمشاحن. نعود لمسألة المشاحنات، إثارتها في المجتمع في هذه الدقيقة تقريبا، إثارتها في المجتمع، نشرها، العمل على نشر المشاحنات داخل المجتمع. في الحقيقة الناس أصناف. أيوة. هناك صنف يتفنن في صناعة الفتن. أعوذ بالله. خدمته هي هذه. يعرف كيف يوقع بين الناس. لن يمذانا وكذا في السنن أدخذ من ثلوفا الهموم يري يمذانا واحد. هناك صنف آخر يدعم هؤلاء، يقول لهم القدام، الأمام. هذا صنف ثاني. هناك صنف ثالث يعمل على إحياء المشاحنات القديمة. يقول على بالك قبل 20 سنة 25 سنة جدك مع جدو دار واحد المشكلة لهيه، يحيي حنقول بالقبائل اسمه في حصيفين،
إحياء في حسيفين، ويكتب في سرفين ويحسب في حسيفين، هذا صنف. وهناك صنف آخر كي يشوف الناس متشحنين يدير الصلح بيناتهم. نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء المصالحين المصلحين. آمين. باسمكم جميعا أيها السادة المشاهدون، أشكر فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري على ما تفضل به خلال هذا اللقاء المبارك. أنقل لكم تحيات الفريق العامل تقنيا في هذه اللحظة بقيادة السيدة تركيا سعد يزبيري. ألقاكم بخير وعلى خير. السلام عليكم.